مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس وعبر الوطن العربي الكبير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مواكبتنا لحدث بطولة العالم للناشئين 2023 والمقامة حاليا في اندونيسيا. يوم جديد وموعد جديد وتحدي جديد في هذه المشاركة الثانية لأشبال الأطلس. منتخب المغربي الذي سيقابل بعد حين منتخب الإكوادور في مجموعة هي الأولى. يتصدر المنتخب المغربي برصيد 3 نقاط. الإكوادور يدخل هذه المواجهة وفي حوزة نقطة وحيدة بعد التعادل أمام المضيف أمام المستضيف نادي منتخب إندونيسيا، بينما بنما في المركز الأخير إثر تعرضه للخسارة في اللقاء الأول أمام كتيبة سعيد. Head coach of Morocco. الناير هنا 1-1. الناير في المهارة المراوغة. الحموني يمر الحموني بعد ذلك هل يمرر الكرة العرضية تصل بعد ذلك مباشرة إلى أول مع سعود بختي. وزان هو الذي ينفذ هذه كرة في الجهة اليمنى. هنا التمريرة ممتازة النادي ممتاز المهارة. رايا الحموني ترفع الكرة دائما في القائمة الأول بالراس وخطيرة والهدف يضيع. وهدف بات وأيضا الكبيرات من خلال مونديال تاريخي في أستراليا ونيوزيلندا. ستلعب الضربة الحرة التسديد والهدف يضيع. كان ممكن هدف في هذه اللحظات مشاهدي الكرام، كان ممكن هدف في هذه في المونديال المقبل السنة المقبلة. بينما كرة منتخب المغربي بينما كرة خطيرة هذه ونوفل بعد ذلك يقوم بالتغطية قبل أن تصل لطاب بن غوزيل. حذاري من هذه تلعب هذه الضربة الحرة. حموني يرفع كرة داخل تقريبا في 7-8 مباريات ود اندونيسيا وكذلك بنما تلقى اكومي. هذه لهذا كان في صراع على الكرة الخبات الكبيرة بينما كرة خطيرة جدا مرة وضعية تسلل بيرموديز يعكس كرة خطيرة جدا. الحموني السرعة هنا السرعة ممتازة. ينسى الحموني العرضية ولكن أين المتفائقة للحموني لما استلم الكرة. أنديته أصبحت قوية وأندية تنافس بينما هنا الأمامية وبرغوزيل يراقب ويتابع. ناير السرعة الناير يدخل الناير ولكن الناير ينسل الناير يتقدم الناير يتحدى دفاعات الإكوادور والتسديدة ممتازة. التسديدة والتصدي من لور كريستيان لا زالت مغربية في هنا المدافع مرفوع الكرة والسالة يطار. ممتاز لمن يمرر الكرة البينية ميدان مع محمد أمين كتيبة. هنا العراق صافرة نهاية الشوط المباراة الأول 0-0 في انتظار الجديد يا سعيد. وضعية ممتازة سواء المركز الأول أو على أقل تقدير المركز الثاني. طبعا في انتظار المباراة الثالثة والأخيرة أمام منتخب إندونيسيا منتخب البلد المضيف لهذه البطولة. لن نقول بأن إندونيسيا الحلقة الأضعف من جديد للتسديد وزان ممتازة. زكريا يمينا يسارا كما يفعل الان رودريغيز يمشي لصحيح سانشيز يمرر كرة بيرموديز ملعب ديفيس هنا سريعا للجهة اليسرى. حاليا اندبندنت ديل فالي ورقم 1 في بينما كرة حموني يلا فرصة جول مرة جانبية. سانشيز يحاول وباندو سدد عالي على مرمى الاسباني او الاكوادوري دييغو اندريري من عرضية وحذاري من راسية ونادي يوفنتوس. التبديلات هنا على الساعة الثالثة بتوقيت المغربي. التسديدة الساعة الواحدة بالتوقيت. الاستحواذ واضح للاكوادور. التسديدة لكن دون تري هذا هو لقبه الكرام. نعم الدور الثاني وهنا صافرة تأتي ماذا هناك ضربة جزاء وغير معقول. ضربة جزاء يقول الحكم على اعتبار أن هناك خطأ من الناير واحتجاج. لازم يكون هناك احتجاج في هذه الكرة. أين أخرى هذه الإعادة؟ أين هي ضربة جزاء؟ أين هي ضربة جزاء في الكرة؟ يتقدم بيرموديز الهدف الأول للمنتخب الإكوادوري بعد ركلة الجزاء في رأيي الشخصي لم تكن موجودة حتى أن الحكم لم يذهب لمتابعة اللقطة. حتى أن
لكن الحكم لم يقف بن غزيل في على الخط. هنا كورت سانشيز الجماهير التي تمثل الجاليه. ميمورش بيرموديز، خطير بيرموديز، الراسيه تلعب الركنيه وبالراس. كينوفل مر عليه كينوفل فيها عرضيه فيها خطوط تنتصر في المباراه الاولى. خطا الجانبيه هنا كانه ينفذ ركنيه جانبيه. معالي يرفع كره في القائمه الثاني. خطير هادي والتدخل من معالي. يرفع كره معالي والحموني ناحيه العيساتي، محاوله وتسديده والتصدي بعد ذلك للوركري. حذاري من مرتدات الاكوادور والكره خطيره وطه صعبادي. صعبادي وهدف قاتل في الوقت البدل الضايع. هدف قاتل بخطأ قاتل في الوقت بدل الضايع من الحارس طه بن غزيل. خروج غير موفق وإعادة كرة كذلك. حذاري من مرتدات الاكوادور والكرة خطيرة وطه صعبادي. صعبادي وهدف قاتل في الوقت البدل الضايع. هدف قاتل بخطأ قاتل في الوقت بدل الضايع من الحارس طه بن غزيل. خروج غير موفق وإعادة كرة كذلك. الثالثة أمام إندونيسيا والبحث عن 6 نقاط. نموذج كورت الهدف الثاني بينما هذه خطيرة وأمادة. هنا يمرر فرصة وضربة جزاء. هذه ضربة جزاء، الحكم يقول فاول لتسجيل هدف حموني ومعاه